سيناريو من 1000 سنة لسه بيحصل لحد النهاردة. تخيل معايا مريض سكر من أيام ابن سينا لبس جزمة ناشفة شوية عملت له فقاعة صغيرة جوه صباعه، ولان اطرافه فاقده الاحساس ما خدش باله وكمل يومه عادي. الجرح كبر والدم اللي المفروض يعالجه مش بيوصل كفايه، والنتيجه كانت عدوى بتسرح في جسمه وخلايا بتموت. صلي على النبي بقى ويلا بينا مع حكايه جديده من حكايات دكتور سكر. وقتها ابن سينا وصف الغرغرينة دي بدقة، بس للأسف كانوا بيقفوا ويتفرجوا على الكارثة دي وهي بتحصل. مفيش مضادات حيوية، مفيش أجهزة بتقيس كفاءة الدم، ومفيش حتى جراحة تنقذ الموقف. المستفز إن نفس السيناريو ده لسه بيتكرر لحد النهاردة رغم كل التطور ده. طيب ليه؟ علشان مريض السكر دايما بيخاف من الجرح اللي بيوجعه، وبينسى ان الكارثة الحقيقية في الجرح اللي مش بيحس بيه اصلا. علشان نكسر الدايرة دي ونحميك انك توصل لنهاية الحكاية اللي محدش بيحبها، لازم نتعامل مع القدم السكري كأولوية قصوى. الخطر الكبير ان فقدان الاحساس وضعف الدورة الدموية بيخلوا اي خربوش صغير او قصة ضوفر غلط بمثابة القنبلة الموجودة. لازم ناخد بالنا كويس قوي ان تقييم حالة الاعصاب وشرايين القدم مع الدكتور المتخصص ضروري جدا علشان تعرف انت واقف فين بالظبط. واستنونا بقى في حكاية جديدة من حكايات دكتور سكر.